واللي التزمت بها يعني بشكل حرفي، وكما كانت يعني نفس الحماس في هنا يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم اتحاد عام الشعر المغرب. بالفعل بشكل متواصل وعن طريق حوار جاد ومسؤول تم الاتفاق اليوم على نقاط اساسيه تبلغ 13 نقطه اللي كتضمن مطالب النساء ورجال التعليم. نسجل التعاطي الايجابي للسيد رئيس الحكومه واعضاء الحكومه مع هذه المطالب، لا سيما في الشق المالي، حيث تم توصل الاتفاق الى زياده مباشره قدرها 1500 درهم، بالاضافه الى زيادات تضم فئات من هيئه التدريس كاساس التعليم الثانوي التاهيلي 500 درهم، وايضا اطر اخرى ستستفيد من هيئه التدريس بالاضافه الى الزياده المباشره عبر الملفات الفئويه التي تتضمن مقتضيات وانعكاس مالي تهم الرتب، وايضا تهم المسارات المهنيه التي ستمكنهم من تحسين دخلهم عبر الزياده المباشره عن طريق الترقيه بالاختيار او حلحله مجموعه من الملفات، اضافه الى ملفات اخرى ذات حموله ماليه تتعلق بمسائل وقضايا تدبيريه كالتعويض على التصحيح، وايضا تعويضات اخرى جزافيه وتكميليه، وملفات عمرت ايضا طويلا تنتظر الحل من خلال الاجراء المقبله. ننتظر ايضا الاجراء للاتفاق الذي قضى بتوقيف النظام الاساسي عبر تعديله بكل المواد بعد ان تم الاتفاق على الغاء العقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي الذي تم تعطيله بالرجوع الى العقوبات المنصوص عليها بالوظيفه العموميه. ايضا سيتم التطرق في الخميس المقبل مع وزاره التربيه الوطنيه حول النقاط التي كانت سببا في الاحتجاجات كالمهام وكساعات العمل وكقضايا اخرى مرتبطه بالصيروره المهنيه، ومجموعه من المصطلحات التي لم نجد لها اثرا قانونيا سيتم تعديلها من خلال النصوص القانونيه المجسده للمرسوم. هذا نعتبره خطوه ايجابيه من الحكومه تجاه الاسره التعليميه، ونعتبره بدايه الخروج من النفق، ونعتبره ايضا اعلانا لدق الاجراس بالمؤسسات التعليميه التي نتمناها ان تكون ابتداء من الاسبوع المقبل، اعتبارا ان المطالب الاسره التعليميه تمت الاستجابه اليها ولو ليس بالشكل الذي كنا ننتظره دائما، لكن نعتبره خطوه جد ايجابيه من خلال اعطاء مؤشرات عمليه التي تفيد بان التعاطي لم يكن تعاطيا من اجل الاجتماعات الصوريه، بل مفضيه الى نتائج يعني ملموسه عبر مخرجات لها كلفه ماليه. نتمنى صادقين ان هذه الخطوات ستجد الصدى الطيب لدى نساء ورجال التعليم ابتداء من يوم غد، وايضا طمأنة الاسر بعوده التلاميذ الى الاقسام والمدرسين الى مؤسساتهم.